مجرد انك انت تشوف فكرة ان المدرب يغير خط هجوم كامل بعد اداء كويس جدا بخط هجوم قدمه في اول مباراة في كاس العالم للاندية، اول حاجة هتيجي في دماغك تقول هي ناقصة حنيكة. ما تلعب يا عم اللي انت كسبت بيه الماتش اللي فات، العب بيه الماتش ده وخلينا نكسب، ومش محتاج انك انت تحنيك. عايز تعمل مداورة ما تعملها يا عم في الدوري، مش هتعملها في كاس العالم. اهدى يا عم، كرة مش كده. خليك انت عندك معلومه صغيره كده، ان كل ماتش ليه ظروف هو اللي بتخليه يحدد المدرب ان كان هيلعب بخطه شكلها ايه او هيلعب بطريقه لعب شكلها ايه. وان كان قدامك مدرب معتمد بنفس الفكر وبنفس التكتيك اللي بيقدمه في كل مباراه، فانت تعرف ان هو مصر على رايه وما عندوش اي فكره تكتيكيه عن الكوره. لكن انك انت تلاقي المدرب اللي قدامك بيقدر ان هو يتشكل على قد الفريق اللي بيلعب ضده، فتعرف ان المدرب اللي معاك عنده مرونه تكتيكيه ودارس كويس قوي الفريق اللي هيلعب ضده. خلينا نلخص لك الشكل الغريب للنادي الاهلي في الشوط الاول ضد نادي سيتل، والشوط الثاني العجيب اللي شفنا فيه اهلي تاني خالص مغير عن الشوط الاول. بس قبل اي حاجه صلي بينا على النبي وانزل اعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بعد دراسه كولر لنادي سيتل الامريكي، كان متاكد ان مفاتيح لعب نادي سيتل كان هو الضغط العالي والاستحواذ البدني اللي بيفوز بيهم باي ثنائيات بتحصل في الملعب. فما كانش قدامه حل ضد نادي سيتل غير ان هو يلعب على طريقه هجمه مرتده، ان هو يلعب كونتر اتاك. بمعنى لو انا هلعب بكونتر اتاك فمستحيل انزل عبد القادر وشريف وانزل معاهم حسين الشحات، لان اللعيبه ديت ما بتتميزش بالسرعه الكافيه جدا تخليني اقدر ان انا العب بالكونتر اتاك. لكن الفكره الوحيده ان انا ممكن العب بيها الكونتر اتاك غير ان انا اغير خط هجومي كامل وانزل خط هجوم سريع جدا عشان العب على الهجمه المرتده. وهو ده فعلا اللي عمله كولار في الشوط الاول، لما لقى ان النادي الاهلي في الشوط الاول حتى بالهجمه المرتده في بطء كبير جدا ولاعيبه النادي الاهلي مش قادر ان هي تنفذ الهجمه المرتده، فما كانش قدامه حل نهائيا غير ان هو يرجع لطريقته اللعب وان هو يستحوذ على الكوره مره ثانيه. وبعد ما شاف ان النادي الاهلي في الشوط الاول فقير هجوميا بسبب اعتماده على المرتدات، وان نادي سيتل بيقدر ان هو يرتد حتى بالسرعات بسبب تميزه بالسرعات الكبيره جدا والسرعات العاليه، قال لك مش هقدر ان انا اجاريهم حتى في المرتدات، فما قداميش غير حل واحد ان انا اقدر ان انا اتحكم في الكوره. علشان كده شفنا شوط ثاني بعد نزول قفشه ونزول عبد القادر، وقدر ان الاهلي بعدها ان هو يتحكم في الكوره ويتحكم في رتم المباراه. بدانا نشوف شوط ثاني للاهلي مغاير تماما عن الشوط الاول، وهو دي فعلا المرونه التكتيكيه اللي بتبقى المفروض موجوده عند اي مدرب. فكره انك انت تفضل مصر على رايك وتلعب بنفس الفكره، ده زي ما قلت في البدايه ما عندوش اي فكر تكتيكي. لكن حرفيا اللي كولر عمله في المباراه يحسب له، بالذات بعد تبديلاته في الشوط الثاني، علشان نضرب لقاء العمالقه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله ضد ريال مدريد. تعال لي بظهرك يا مدريد.